وصلت الأربعينات الحمد لله على السلامة، هل ده معناه إن أنا أبتدي أقلل التمرين؟ لأ، هو معناه إن أنا أتمرن ولكن بذكاء أكتر من الأول. أول حاجة لازم تعرفها إن في بداية الأربعينات العضلات بتبتدي تفقد بطريقة أسهل، فلازم تبتدي تلعب آه، بأوزان وتبتدي تلعب بشكل اسمه compound movements. زي إيه؟ زي السكواتس وزي الديد ليفت وزي الضغط وزي العقلة. الحركات دي بتزود القوة وبتزود الاتزان مع بعض. تاني حاجة طبعا لازم تلعب كارديو، ولكن تجنب الكارديو اللي بيقعد يخبط في المفاصل وفي الركب وفي المفصل الكوع كتير يعني. ابتدي اجري، ابتدي برضو دخل سباحة في البرنامج بتاعك، وركوب العجل طبعا ممتاز. تالت حاجة عشان المرونة كمان تفضل ممتازة معاك لازم تزود شوية الاسترتشات اليومية، وممكن كمان تبتدي تدخل يوجا. رابع حاجة التسخين والكول داون، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات لازم تسخن كويس جدا، تسخن مفاصلك كويس جدا اللي هتمرن بيها، وبعد ما تخلص تبتدي تعمل كول داون وستريتشنج بالراحة عشان العضلة ترجع مكانها الطبيعي. ان شاء الله هيبقى في فيديو تفصيلي على اليوتيوب قريب. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.